هذا يأتي في سياق تعريفات مولوية سامية، ونحن إن شاء الله عز وجل دائما نقول خدام لهذا الوطن، ونحاول من جهتنا جميعا كل من موقعه ومؤسسته ومنصبه يحاول أن يقدم الخير والنفع لهذا البلد الكريم، وفي القلب منه أنتم أيها الفضلاء. لهذا نرحب بكم ونقول لكم حضرتم أهلا ونزلتم سهلا ببلدكم الكريم. يسعدني في البداية أن أرحب بأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج الذين أبوا إلا أن يشاركون مراسم هذا الاحتفال باليوم الوطني للجالية المنظم على شرفهم من طرف عمالة إقليم القنيطرة، بمشاركة كافة المصالح اللامركزة والشركاء من القطاع الشبه العمومي والخاص. ويشكل هذا اللقاء التواصل مناسبة لاستعراض إنجازات وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وتسليط الضوء على مساهمتهم القيمة في مختلف الأوراش التنموية لوطنهم، والاطلاع على احتياجاتهم، وفتح قنوات التواصل بينهم وبين مختلف المصالح والمؤسسات بهدف تحفيز الشباب وحامل المشاريع من المغاربة المقيمين بالخارج على الاستفادة من الفرص المتعددة للاستثمار التي يتيحها المغرب في مختلف المجالات، وترسيخ دورهم في المساهمة في التحول التنموي الكبير الذي تعرفه بلادنا. وفي هذا الإطار لا يخفى عليكم العناية المولوية السامية التي يوليها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، سواء في بلدان الإقامة، من خلال الدفاع عن حقوقهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والدينية والثقافية، أو داخل أرض الوطن بإعطاء قضاياهم كل العناية والاهتمام، وحرص مولانا أمير المؤمنين نصره الله الدائم على رعاية شؤون المغاربة العالم وضمان حسن استقبالهم وتقريب الخدمات منهم وتبسيط المصادر من أجل تمكينهم من قضاء أغراضهم أو إنجاز مشاريعهم. وقد دعا مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه في خطابه السامي الذي وجهه يوم 20 أغسطس 2022 بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب إلى الارتقاء بالسياسات العمومية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج بما يمكن من تدبير ناجع لشؤون هذه الفئة من المواطنين وتوطيد تمسكهم بهويتهم، حيث قال مولانا أمير المؤمنين نصره الله منطوق الكلام الملكي: أما فيما يتعلق بإشراك الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمام مع الشراكة والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة، الجالية المغربية بالخارج معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية وفق ما لديها لصالح البلاد وتنميتها، لذا نشدد على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما في ذلك المغاربة اليهود، كما ندعو لإحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، وهو ما سيمكن من التعرف عليها والتواصل معها باستمرار وتعريفها بمؤهلات وطنها والمواكبة والشراكة بما يعود بالنفع على الجميع. انتهى منطوق الخطاب الملكي السامي. حضرات السيدات والسادة، إن الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار الشباب المغاربة بالخارج انتظارات وإسهامات، ما هو إلا تأكيد وحرص متواصل على إشراك الجالية المقيمة بالخارج في آليات تنزيل وتنفيذ النموذج التنموي الجديد للمملكة وفق مقاربة تشاركية تروم تعزيز مسارات التنمية من أجل ضمان استفادة بلادنا من قدرات شبابه بالخارج، وباعتبارهم شباب مبدعون وقادرون على المنافسة عالميا بالنظر إلى الكفاءات العالية التي يتوفرون عليها والتي مكنتهم من تحقيق نجاحات مبهرة ومشرفة في مختلف أنحاء العالم. وبمناسبة الاحتفاء بهذا اليوم الوطني، فإني أدعو جميع السلطات المحلية والسادة رؤساء الجماعات الترابية وكافة المصالح اللامركزة لاستحضار نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 29 أغسطس 2023 بمناسبة عيد العرش المجيد.